هعمل معاكم النهارده طاجن لحمه بطريقه حلوه جدا. طاجن لحمه بالبصل القوارمه. اللحمه هتطلع معاكم مستويه وزي الزبده ان شاء الله. بعد ما تجربوا وصفه طاجن اللحمه دي هتعجبكم جدا وهتنور رضاكم، انا متاكده، لان هي بجد وصفه حلوه قوي. شايفين اللحمه؟ بصوا انا يا دوبك بس بسند بالمعلقه. لحمه مستويه وطريه وتحفه، طعمها حلو جدا بجد ان شاء الله، يعني يستحق التجربه. هسمي الله وهجيب معايا كيلو الا ربع من البصل القوارمه، اللي هو البصل الصغير خالص ده، كيلو الا ربع، وبصلتين. جبت كده الحلة، حطيت فيها معلقتين كبار سمنة ومعلقتين كبار زيت، ونزلت فيه بكيلو لحمة. اللحمة اللي انا مستعملاها في وصفة النهاردة لحمة موزة. ضفت كده اللحمة كلها وشوحتها كده كويس من ناحيتين لحد ما اتحمرت معايا كويس قوي. بعد كده طلعت اللحمة، احنا يا دوبك اديناها تشويحة بس كده من ناحيتين. ومكان اللحمة حطيت البصلتين اللي انا وريتهم لكم دول، بشرتهم وحطيتهم، لان انا عايزة طاجن اللحمة ده يبقى فيه صوص حلو كده. واول ما اصفر نزلت عليه بمعلقه سكر عشان انا عايزه كرمل البصل. انا عايزه اللحمه يبقى فيها صوص حلو كده، بحيث لو كلته بالعيش او بالرز يبقى ليها صوص حلو، مش لحمه وبصل بس كده. بعد ما خدت حوالي اللون ذهبي معايا، نزلت البصل القوارمه وقلبته، وبعد كده ضفت اللحمه، شوحت كده كله مع بعضه. والتوابل معايا ملح وفلفل وبهارات، انا عايزه احس بطعم اللحمه والبصل، فما كترتش توابل وبهارات هنا خالص. ومعلقه كبيره دقيق، وقلبتها كده لحد ما اختفت في السمنه. معلقه الدقيق والبصلتين اللي احنا بشرناهم دول هيدوا الطاجن معايا صوص وطعم روعه. وضفت عليه كوبايتين ونص ميه مغليه، ما كترتش الميه خالص لان انا هنا مش عايزه اسلق اللحمه. وطماطميه مبشوره بتدي برضو طعم حلو قوي. قفلت الغطا بقى، خليتها خدت غلوه وحطيتها على نار هاديه لحد ما استوت خالص. وبعد كده جبت الطاجن، فضيت فيه اللحمه والبصل ودخلته الفرن على اعلى درجه حراره لحد الوش ما اتحمر معايا.